دايما هو مين اللي قال؟ هو مين قال إننا ورثة الحضارة؟ مين قال إن مجرد إن جدودنا بنوا الأهرامات يبقى إحنا كده عظماء بالوراثة؟ الحضارة مش نسب، الحضارة سلوك. المتحف المصري الكبير اتبنى علشان يورينا تاريخنا، بس كمان علشان يورينا إحنا بقينا إيه دلوقتي. إحنا بنمشي دلوقتي ونقول بكل فخر إحنا أحفاد الفراعنة. طب يا سيدي، أحفاد الفراعنة إيه؟ هو ابن الحضارة اللي كان بيحسب الحجر بالمليمتر يبقى حفيده اللي بيقول ماشي يا عم بسيطة هتتعدل بعدين؟ اللي بنى الهرم كان بيحسب اتجاه الشمس علشان كل حاجة تبقى مظبوطة بالتانية، ودلوقتي احنا بنرمي زبالة في النيل ونقول ما هو كله بيرمي. اللي كان بيقدس النيل كرمز للحياة احنا بنعامله كأنه سلة قمامة. هو ده ورث الحضارة ولا قتلها بالراحة؟ بقت الموضة دلوقتي انك تروح الأهرامات وتتصور صور موديلز واقفة على صخرة، ايد على الخصر، نظرة غامضة، وبعدين الكابشن Egypt the land of pharaohs. طب ماشي يا ستي، بس هو مين قال إن الحضارة كانت فوتو سيشن؟ الفرعوني كان بيقدس المكان، مش بيحط رجله على الحجر علشان الصورة تطلع لايقة، وبعد ما يتصوروا يرموا علبة العصير على الأرض. تحفة بجد، كده كملنا الصورة الحضارية صح. إحنا بنتباهى بالحضارة الفرعونية، لكن في الواقع بنهمل الفن وبنستهين بالنظافة وبنضحك على اللي يمشي في الشارع يقول لو سمحت، مع إن ده كان أصل الحضارة، النظام والذوق والاحترام والتفكير الدقيق. إحنا ورثنا التماثيل بس ما ورثناش المبادئ، ورثنا الجدران بس فقدنا الروح اللي بنتها. زمان المصري عاش في تناغم مع النيل والشجر والطبيعة، كان بيزرع بإيده ويشكر ربه على المية والهواء. دلوقتي نفس المصري بيحارب الطبيعة، بيسد المجاري بالمخلفات وبيغرق الشوارع بالبلاستيك ويقول الحكومة تشيل. انت عارف انك بتقتل نفسك؟ انت مش ضد الحكومة، انت ضد الحياة نفسها. المتحف الكبير اتبنى علشان يعرض إنجاز أجدادنا، بس كمان علشان يختبرنا إحنا. هل لسه فينا احترام النظام؟ هل لسه فينا وعي؟ ولا هنحول المتحف ده كمان لمكان سيلفي؟ المتحف الكبير رسالة، دي حضارتكم، استحقوها. احنا بنقول مصر أم الدنيا، بس مش بنسأل نفسنا هي لسه أم الدنيا ولا احنا خليناها دنيا تانية؟ مين قال إن الحضارة في الحجارة؟ الحضارة في السلوك، في النظرة اللي فيها احترام، في الفعل اللي فيه ضمير، في إنك تعمل الصح حتى لو محدش شايفك. المتحف الكبير فتح بوابه، بس الأهم هو باب وعينا هيتفتح ولا لأ. ورثنا الحضارة، بس السؤال هل نستحقها؟ ولا احنا مجرد ناس بنعيش على أطلالها؟ رجع احترامك لنفسك، رجع حبك لبلدك، رجع إحساسك بكل حجر ونسمة وهوى، لأن الحضارة مش في الماضي، الحضارة اللي بتبدأ دلوقتي منك انت. واسأل نفسك دايما هو مين قال